لو عندك حد بتحبه قوي لكن مليان عيوب وكل الصفات الوحشة، ايه رأيك؟ هتغير فيه علشان يبقى الشخص اللي بتتمناه، ولا هتفضل تدفع تمن أخطائه طول عمرك؟ قبل ما تجاوب تعالى نساعدك، بس ركز بضمير في الفيلم اللي جاي، وهات بقى أكلك وشربك علشان الفيلم هيشدك جدا ومش هتعرف تقوم في نصه. الفيلم بيبدأ مع جريش الشاب الأمور ده اللي عنده كل حاجة مال وجمال، علشان كده طول عمره بيتصرف باستهتار وما بيهموش أي حاجة، وفاكر نفسه إنه يقدر يشتري كل حاجة بفلوسه ويحل أي مشكلة تواجهه. والحقيقة إنه كتير فعلا كانت فلوسه وشهرة أبوه بتمشي الأمور، لكن مش دايما. في يوم وهو رايح يسهر وينبسط بعربيته الغالية جدا، احنا طبعا مش بنحسده ولا حاجة، بيوقفوا عسكري مرور بسيط كده علشان قال ايه هياخد مخالفة. راح طبعا جريشة كالعادة رمى شوية فلوس في وشه ولسه هيطلع بالعربية، لكن هوب العسكري طلع على الكبوت وقال له مش هتمشي من هنا على جثتي. لكن جريشة مشي ووقع العسكري على الأرض وخبطه بالعربية، بس العسكري ما ماتش، لكن كل حتة فيه انكسرت وبقى يدوب قطع غيار. طبعا جريشة دخل الحبس، بس ولا همه، نايم كأنه بيستجم في جمصة لحد ما جه المصباح السحري بتاعه اللي هو طبعا باباه علشان يخرجه كالعادة. لكن باباه مش راضي عن تصرفات ابنه ونفسه يبقى خليفته ويمسك أملاكه ويساعده في إدارتها. الضابط بيقول له ما ينفعش كده يا حاج، ابنك كسر العسكري خالص، وده مش أول عسكري، دول مش عساكر شطرنج يا حاج، العساكر هتخلص، لازم تشوف لك حل ولا نقعدهولك في الحبس شوية يتربى. لا طبعا ده ابني. الأب بيخرج جريشة من الحبس وقعد يزعقله، لكن ولا أي اندهاش. مش بس كده، لا ده مستني الفقرة تخلص علشان يروح. والأجمل إنه فيه روح الدعابة وبيحاول ينكت مع بابا بعد اللي عمله، لكن بابا مسكه من قفاه على البيت عدل. بس جريشة نطر ايديه في لحظة عقوق كده، ما هو مش همه حاجة بقى، وقال له يا والدي روح اهتم بالمشروعات بتاعتك علشان ما يضيعش الملايين من ايديك. الأب بيقرر إنه لازم يعمل حاجة، فبيروح لأنتازيا وهي بتشتغل مخرجة أفلام وإعلانات، ولما بيحكي لها على اللي حصل بتقوله ان احنا هنروح لواحد بس هو غريب شويه وما تخافش منه، لو حصل حاجه قول جزر، بس الراجل ده هيربي لك ابنك اللي انت مش عارف تربيه ده يا حاج. وفعلا بيروحوا مكان غريب وبيكون كله فيران وحاجات كأنه مهجور من سنين، وبيكون ساكن فيه واحد بتاع خدع بصرية وشقلباظات كده من بتوع السينما، لكن بيظهر انه كان مشغول شوية وبيجرب يشنق نفسه. فابو جريشة بيقول له معلش يا عم ربي لي ابني بس، وبعدين انا حاجة اقتلك بنفسي. وبيبص لأنتازيا وبيقول لها هو ده اللي انت جايبه لنا يعالج ابني؟ ده هو اللي عايز يتعالج. وهنا الراجل بيقول له ان اسمه ليف، وما تخافش يا عم اثبت كده، كل اللي انت شايفه ده حتى المشنقه اللي بشنق بيها نفسي دي عباره عن خدعه بصريه، لكن هو بيشتغل شغل تاني بعد الظهر علشان الرزق يحب الخفيه. الشغل ده عباره عن خطط وحيل بيعملها علشان يحل المشاكل، يعني لو واحد شك في مراته او واحده منكده على جوزها بيجوله وهو بيحط لهم خطه تظبط الدنيا، وطبعا هو ده المطلوب. ولما عرف حكايه جريشه اللي مغلب باباه وانه مش نافع معاه لا زعيق ولا قرص ودان، عمل خطه رهيبه هيخرج من جريشه كل صفاته الوحشه. ومش بس كده، لا العرض كمان انه هيحوله لشخص مؤدب، بس ده هيكلف شويه يا حاج. وفي يوم جريشة كان سهران كالعادة، وبعد ما خلص جاي مروح لقى الونش اخد عربيته فقعد يجري وراه علشان يلحقه، لكن هوب في عربية تانية جت من قدامه وقام واحد اداله طلقة مخدرة في ظهره فبيقع على العربية اللي قدامه. وتاني يوم الصبح بنلاقي واحد بيصحي جريشة فبيقول له جريشة الفلوس في المحفظة، خد اللي انت عايزه وسيبنا نام. لكن بيفوق جريشة على جردل المية ساقع وبيتدلق على وشه وبيلاقي نفسه في مكان غريب، واللي بيصحيه بيقول له يلا اصحى بسرعه قبل ما السيد يجي ويطلع جنانه علينا، وبيشده من ايديه علشان يقوم، لكن جريشة بيبعدوا عنه وبيضربه. ولسه بيحاول يفوق بيلاقي نفسه في اسطبل ولابس لبس وحش وغريب جدا، وطبعا مش شياكه خالص، فبيصرخ وبيقول ايه ده، هو انا فين، اتسرقت ولا ايه؟ وفين تليفوني، انا محتاج اعمل مكالمه حالا. فالراجل بيقول له يا عم قوم اصحى قبل ما الريس يجي ويعلقك. وفعلا الريس بتاعهم بيجي وبيسحب جريشة من هدومه وبيطلعه بره الاسطبل وبيفضل يضرب فيه. وفجأة بيظهر راجل هبة كده وبيكون اسمه ديمري اللي هو صاحب المزرعة كلها اللي بيشتغلوا فيها، ومعاه ابنه أليكس اللي مدلعه آخر حاجة، وبيخليه يضرب الناس براحته وبينبسط وحاسس انه في برنامج رامز جلال، وهيطلع في الاخر هو الكرباج اللي ماسكه الريس. لكن للاسف الكرباج نزل على جسم جريشة، والراجل قال له لو ما عملتش المطلوب منك المره الجايه هخلي ابني يقتلك علشان هو بيحب الحاجات دي. بياخده صاحبه وبيدخله الاسطبل تاني، لكن جريشة بيفضل يقول له فين التليفون، انا هتصل بابويا يجي يعلقهم كلهم من حواجبهم. صاحبه مش فاهم اي حاجه
بس بيقول له يا عم نفذ الأوامر وخلاص. لكن جريشة بيهرب من الشباك وبيجري في القرية وبيفضل يقول للناس كلموا البوليس، وكمان بيقول لهم هو انتوا ايه اللي لابسينه ده؟ هو احنا في عيد ولا ايه؟ وبيقعد يجري ويجري لحد ما بيلاقي وش دب كبير، فبيعتزله وبيرجع تاني للقرية. ولما جه يهرب من طريق تاني بيقع في البحيرة، فخلاص بقى عارف انه مفيش فايدة. فواحدة من اللي شغالين اديته هدوم يلبسها، لكن قعد يقول لها ايه الهدوم دي؟ فين الجنس والسويتر والشياكة؟ وفين التليفونات والعربيات والحاجات دي؟ لكن صاحبه بيقول له ايه يا عم ده احنا في سنة 1860، يعني 200 سنة قبل الميلاد يا معلم. وفجأة بيجي الرئيس ياخد جريشة علشان ديميري قرر يعدمه لانه هرب. لكن صاحبه بيقول له انه اول ما يشوف ديميري وطي على رجله علشان يسامحك، على الاقل ما يقتلكش ويكتفي بقطع ايدك. جريشة بيقول اكيد ده كابوس. لكن فجأة وهما بيجهزوا المرجحة اللي هيشنقوا عليها دخلت بنت جميلة وبتكون راكبة حصان ولافته كل الأنظار، وزعقت للحراس وبتقول لهم يوقفوا ما يعدموش الراجل ده. والبنت دي بتكون بنت ديميري وبيكون اسمها جلاية، واللي عيد ميلادها النهاردة، علشان كده ما ينفعش حد يتعدم يوم عيد ميلادها. فالأب نفذ طلب بنته وعفى عن جريشة، بس بشرط إنه يتغير ويشتغل مظبوط. بيقبل جريشة وبيفك له المرجيحة وبيروح يعيش حياته، وأصحابه كمان بيجوا يهنوه بالنجاة. لكن بيبصوا فوق في السما فبيلاقوا طائر بيطير بشكل غريب، وبتكون دي المفاجأة، وهي إن الطائر ده هيفضل يطير لحد ما يوصل لطاحونة قديمة. الطائر ده عبارة عن كاميرا خفية، والطاحونة قديمة لكن اللي جواها جديد لانج، لأن اللي جواها الفيلم كله أبو جريشة وحبيبته أنازيا. وطبعا اللي عمل الفيلم كله الأخ ليف بتاع الخدع البصرية ودروس في الحياة. تحس كده عمل كتاب كيف تربي ابنك في كام يوم. والأهم إنهم جايبين ممثلين كتير وجايبين المكان الواسع ده، وعاملين كل الفيلم ده علشان يربوا جريشة، ومركبين كاميرات في كل حتة في الشجر والفاكهة وغيره، ومعينين واحد وبيكون ماسك مسدس فيه طلقات مخدرة. وأول ما جريشة يشوف حاجة من العصر الحديث يديله واحدة في ظهره علشان ينام، وفي الوقت ده بينقذوا الموقف. أبو جريشة مش مصدق اللي بيعمله في ابنه، لكن ليف بيقول له يا حاجة احنا بنعملك بني آدم جديد. وبيبدأوا يوزعوا الأدوار على الممثلين، وبيحطوا سماعة في ودان كل واحد وميكروفون على بقه. وبيكون في واحدة اسمها ليزا، وهي المفروض مش ممثلة معاهم، لكن هي المسؤولة عن الأحصنة اللي في المزرعة كلها. في الوقت ده جريشة بيكلم صاحبه وبيقول له إنه عارف إنه ركب آلة الزمن وهي اللي جابته هنا، وبيتعود جريشة على الحياة الجديدة. بيصحى الصبح بدري وبيروح على الاسطبل ويشتغل وينظف الحصنة ويجهزها، والرئيس بتاعه كل يوم يضربه ويزعق له ويعنفه. أما الأكل بقى فعبارة عن طاسة لبن، ويا سلام اللحمة اللي فيها تبقى دبانة أو 2 هو بقى ونصيبه. لكن في يوم جريشة خلاص طق وعايز ياكل لحمة، راح سرق فراخ من الرئيس بتاعه وعمل عليها شوربة ولحمة، واخد الريش بتاعها عمل منه مخدة ينام عليها، وما اداش اي حاجة لصاحبه اللي دار عليه في الموضوع ده. لا والأدهى من كده ان الرئيس لما عرف وجمع كل العمال علشان يعرف السارق مرضاش جريشة يعترف، وسابهم ياخدوا صاحبه يجلدوه ويعذبوه من غير ما يقول اي كلمة. ساعتها بابا حس انه عمره ما هيتغير، خاصة بعد ما صاحبه بيوري له آثار الضرب وهو ما تأثرش بيها ولا حتى اعتذر لصاحبه. وفي الوقت ده بابا قرر انه يلغي الفيلم كله علشان يوفر المصاريف اللي هيدفعها. لكن بيلاحظ ان ابنه ظهرت عليه تغيرات وبدأ يحس ويبقى عنده مشاعر كويسة، وبيعتذر للناس اللي بيغلط فيهم. وكمان كان في احتفال في القرية وبيلاقيهم بيحتفلوا بطريقة غريبة، فراح يغني ويحتفل معاهم. وهناك قابل ليزا وصاحبه وقعد يحكي لهم عن التكنولوجيا اللي في عصره، وبيكون في حد كان هيموت نفسه بس جريشة أنقذه. لكن جريشة بدأ يتغير فعلا وبدأ يحب ليزا. وفي يوم من الأيام ديميري بيلاقي ابنه أليكس عمل كارثة، وهو انه ضرب واحد من العساكر وكسره خالص. وطبعا الموضوع ده بيفكرنا في حاجة زي الحادثة اللي عملها جريشة قبل ما يكون معاهم. لكن هنا أليكس لازم يتعاقب من الحراس والحكومة علشان كسر العسكري، لكن أبوه خلى جريشة ياخد العقاب بدل ابنه ويخلي الناس تجلده هو مقابل انه يتحرر من العبودية، وبيديله بطيخة بحالها. فبيوافق جريشة، بس المرة دي هيقسم الأكل بينه وبين صاحبه. وبيتجلد جريشة مكان أليكس 20 جلدة، وبيكون في الشارع وسط الناس كلها. لكن بابا ما بيقدرش يشوفه كده، بس بيحاول يتماسك. وبعد ما جريشة بياخد الضرب كله بيروح ياخد ورقة تحريره من العبودية، لكن مش بيلاقي ديميري، وبيلاقي ابنه أليكس قاعد اللي بيضحك عليه وبيقول له هو انت صدقت نفسك ولا ايه؟ انت هتعيش وتموت عبد. لكن جريشة بيبقى خلاص هيضربه ويرد كرامته، بس انسحب في آخر دقيقة. لكن أبوه زعل علشان حس إن ابنه مش قوي. وفي يوم وهو واقف بيشوف الطائر وهو بيطير فوق، لكن شكله غريب وكأنه هيقع عليهم، لكن بيرجع يكمل طريقه تاني. وفي 2 من الممثلين هيطردوهم لأنهم خالفوا القواعد، لكن ال2 دول هيفكروا ينتقموا من اللي حصل، وبيروحوا يبلغوا البوليس والإذاعة وكل حاجة. فالبوليس بيدور على المنطقة اللي حابسين فيها الولد. ساعتها أبو جريشة والمجموعة بيقرروا إنهم يسرعوا من الأحداث قبل ما يجي البوليس عليهم.
فبيخلوا المغول يهجموا على القرية ويلاقوا ان المغول قطعت راس واحد، وبعدين بياخدوا ليزا، لكن ليزا بتصرخ فبيركب جريشة الحصان وبياخد ليزا وراه وبيجروا، وفي نفس الدقيقة البوليس بيهجم على المكان، لكن ابو جريشة بيفهمهم انه جاي علشان تصوير فيلم جديد. ولما هرب جريشة وليزا فجأة بيلاقوا قدامهم بنزينة. جريشة بيستغرب جدا، وفي نفس اللحظة بياخد طلقة مخدرة في ظهره وبيغمى عليه، ولما بيصحى ابوه بيقول له ان دخل في غيبوبة طول الفترة اللي فاتت، وبيرجع جريشة لحياته القديمة، لكن واضح انه اتغير جدا، وكمان ادى عربية للراجل العسكري اللي خبطه، وبيمشي في الحياة كده يائس ووحيد. وفي ليلة بيقابل ممثلين كانوا معاه في الفيلم وبيعرف منهم اللي حصل ده، فبيروح يتجوز ليزا، وبعدين بيروح يشكر باباه على اللي عمله، وانه فعلا تجربته غيرته تماما للأحسن. وبكده يكون فيلمنا خلص، اشوفكم في فيلم جديد.